السلام عليكم. شلونكم طيبين؟ اليوم أنا معزوم على العشاء من قبل عائلة أحمد، الطفل اللي يعالج من حالة السكر بحدائق الهابي داي. الحقيقة الحدائق هذه حلوة والجو بها حلو لأنه بها تبريد ودرجة حرارتها وايد تختلف عن الشارع. اليوم الحديث دار حول شفاء أحمد من حالة السكر اللي عالجتها بالأعشاب والطاقات. خلال 10 أيام بفضل الله تحسن السكر ماله واستقر، لكن أبو أحمد طلب من عندي أنه أتابع الحالة مالته حرفيا مدة 3 شهور، والحمد لله بفضل الله بعد ما تأكد بأنه حالته ظلت مستقرة مدة 3 شهور اطمئن بأنه الحالة مالته تحسنت والشفاء دائمي. ودار الحديث بيناتنا حول موضوع تخفيف الوزن. تخفيف الوزن أنا بالنسبة لي مصنع له أعشاب. هاي العلبة 90 كبسولة استعمالها مدة شهر، أكثر من 90 كبسولة، تسبب نزول بالوزن حوالي 8 كيلوات. بس أكو ملاحظة جدا مهمة أنا حقيقة أحكيها للي يريدون يخففون وزن، أنه فعاليات الجسم بالليل تتغير وتركن إلى الهدوء. الفعل إيش؟ الفعل أنه الكبد اللي هو مسؤول عن إفراز الأنزيمات اللي تخص فعاليات الجسم بالليل يقلل من إفراز الأنزيمات الخاصة على سبيل المثال بالقلب اللي هي هرمون الأدرينالين، فنسبة الإفراز مع الهرمون الأدرينالين تقل، فلذلك هذا يتبعها نزول بضربات القلب، وكذلك يتبعها ارتفاع بكثافة الدم. بنفس الوقت بالليل عندنا الهضم للأكل يصير أقل. ليش؟ لأنه إفراز الأنزيمات الهاضمة راح يصير أقل، نبضات القلب يصير أقل، التنفس يصير أقل. كل هذا فعل سيطرة الكبد على إفراز الأنزيمات، لأنه بالليل فعاليات الجسم تركن إلى الراحة. فاللي يريد ينزل وزن يخلي في حسابه أنه بالليل يعني بعد الغروب ما يتناول وجبة أكل بعد الساعة 7 خلينا نقول، اللي هي تقريبا وقت الغروب، فهذا يساعد على تخفيف الوزن أيضا. فبهالشكل هو راح يبقى ما بين الساعة 7 المغرب لحد الساعة 7 الصبح مثلا 12 ساعة هو بدون أكل، فيكتفي بتناول السوائل. السوائل اللي يتناولها ممكن تكون مثلا مي أو لبن أو أنواع من العصير الحامض، يعني الكيوي، جريب فروت، السندي، الليمون، النارنج إلى آخره. فهذه معلومة جدا مهمة، وطبعا خلي الرياضيين أيضا يخلون في حساباتهم، لأنه أنا لاحظت أنه الرياضيين ما خالين في حسابهم أنه هرمون الأدرينالين اللي يفرز للقلب بالليل يقل. كثير من مباريات كرة القدم أو كرة السلة تصير بعد الغروب، فالرياضيين والمدربين والكوادر الطبية اللي يتابعهم الظاهر ما يدرون أنه الكبد يقلل من إفراز هرمون الأدرينالين اللي هو يسيطر على نبض القلب، واللي هو ممكن يفعل نشاط القلب في حالة النشاط، لأنه النشاط الرياضي لو كان بالنهار إفراز هرمون الأدرينالين راح يكون مواكب للفعاليات والنشاط اللي يتم بالمباريات، لكن بالليل راح يصير مفعوله عكسي، لأنه راح يكون له فعالية سلبية. فالرياضيين والمدربين يخلون في بالهم أنه هم بالليل إذا ما لعبوا مباراة عندهم مصاعب راح تواجههم، يخلون في حساباتهم كيف يتخطون هذه المصاعب، أو يحاولون أنه يجعلون أنه المباريات تكون قبل الغروب، بالوقت اللي يكون بإفراز هرمون الأدرينالين بشكل منتظم ويواكب المجهود اللي يبذله القلب. هذا حقيقة شرح مختصر، يعني هو يفترض أنه أنا أشرح أمور كثيرة بشكل موسع، لكن أنا شرحتها بشكل مختصر، والباب الحديث انفتح بخصوص تخفيف الوزن. فاللي يخفف وزن يكون راقي، شيء راقي جدا أنه يخفف وزن
ويمتنع عن العشاء بعد الغروب. ممكن وجبة العشاء يقدمها إلى ما قبل الغروب، أو ممكن حتى يلغيها، يتناول باليوم وجبتين، وجبة بالنهار ووجبة في وقت الغروب. وأهم شيء أنه تكثرون تناول السوائل، وتقللون من تناول الدهنيات والسكريات، وكذلك النشويات اللي هي على رأسها الخبز والصمون، اللي هم يسببون مشاكل كثيرة للقولون بسبب مادة الجلو اللي هي تحتويها النشويات. إن شاء الله تستفيدون من هاي المعلومات، وتحية طيبة للجميع وسلامتكم.